يلا بينا نعمل مع بعض بيتزا سريعة قوي، طعمها تحفة، تنفع فطار او عشاء. تجهيزها كله مش هياخد منك اكتر من 10 دقايق، من غير لا دقيق ولا عجن ولا اي حاجة خالص من الكلام ده. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا بسرعة نشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. هحتاج اول حاجة لتوست، سواء كان بدقيق ابيض او بدقيق الحبة الكاملة. انا حطيته في الصينية اللي هشتغل فيها ورفعها قدامكم على البوتاجاز، بس انا مش مشغلة النار. هجهز الحشوة بتاعتي كلها للاخر، وبعد كده انا كنت نسيت ان انا ادهن الصينيه الاول فرشه زيت، فهرجع احط لها معلقتين زيت كده، وبعد كده هبدا اشغل النار. انا هستخدم في الوصفه دي نوعين من التوست، دي ابيض وحبه كامله. وبعد كده محتاج صلصه بيتزا. انا بعمل صلصه بيتزا حلوه قوي سريعه، عباره عن معلقتين كبار من الكاتشب، عليهم معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم، معلقه كبيره من الزيت، بعد كده رشة بسيطة من الملح، رشة من الثوم البودر، رشة من الفلفل الأسود، رشة من البابريكا، واخر حاجه رشه من الزعتر، واقلب كل ده مع بعضه، وبكده تكون صلصه البيتزا جاهزه. بنزل اول حاجه بالصلصه على التوست زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده اي حشوه تكون موجوده عندك. انا حطيت جبنه رومي، تركي مدخن، طماطم، زيتون، فلفل. ممكن تستخدمي اي نوع لحوم، سوسيس، لحمه مفرومه، فراخ، اي نوع لحوم تستخدميه، اي نوع جبن تانية تحبيها، تونه، اي حشوه تفضليها. واخر حاجه جبنه موتزاريلا، وهديت النار وغطيت لحد ما الجبنه ساحت كده، كانت جاهزه. هيكون وقتها التوست اخد لون ذهبي خفيف كده من تحت وبقى حلو. عملت قطعتين من الحبه الكامله، واخر قطعه من الدقيق الابيض. تحفه، الحبه الكامله جميل جدا وخفيفه على المعده وينفع جدا في الدايت. اخر حاجه حطيتها على الوش رشه من الزعتر، تديلها ريحه وطعم حلوين قوي، حلوه قوي للفطار، للعشاء، وممكن كمان لو حطيتي فيها لحوم تبقى حلوة قوي للغدا كمان. بس كده، ودي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديدة ان شاء الله تنال اعجابكم. اخيرا ما تنسوش اللايك والشير.